خلاصة الموضوع اللي أنا بكلمك فيه ده إن البرمجة عبارة عن طريقين، طريق اسمه الأساسيات وطريق اسمه الشغل أو التخصص. فلما نبص على الأساسيات هتلاقي إن فيها الحاجات اللي إحنا قلناها، ولما تيجي نبص على التخصص هنلاقي الحاجات اللي إحنا لسه هنقولها كمان شوية. من أكتر الأسئلة اللي اتسألت لي الفترة اللي فاتت هو أنا لازم أكون جامد في الإنجليزي ولازم أكون جامد في الماس عشان أقدر أتعلم برمجة؟ فلا، مش شرط خالص. الأهم حاجة إن أنت يكون معاك الأساسيات بتاعة الإنجليزي وبتاعة الرياضة عشان تقدر إن أنت تتعلم برمجة عادي. والبرمجة كمان مش صعبة. أهم حاجة الإنجليزي أنت هتحتاجه عشان تقرأ الكود أو تقرأ البروبلم اللي جاية لك. الماس هتاخد اللي أنت هتتعلمه في البرمجة وبس، مش أكتر. وبرضو السؤال اللي بعده، أبدأ بلغة إيه؟ وأبدأ بلغة إيه دي؟ عندك التلاتة اللي هم سي بلس بلس، عندك جافا، عندك بايثون، ودول اتكلمنا عنهم بالتفصيل في فيديوهين. الفيديو اللي هو ايه الفرق بين الاساسيات والتخصص، والفيديو اللي هو ازاي تكون جاهز للاي سي بي سي، وهسيبه لك الاتنين تحت في الكومنتات او في الوصف. يعني الوصف او الكومنتات هتلاقيهم فيه.